ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عيني؟ ارفع الصوت شويه الله يسعدك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام حجي اتفضل. شلونك حبيبي، شو اخبارك؟ الحمد لله. هنا البرنامج ندعو للشيعة بالهداية، حياك الله. تبقى انت تحشش لو تناقش باسلوب واحترام؟ شو اسلوبك؟ اسلوب تحشيش تحفيز مال اطفال يعني. يمكن كنت قاعد انا وابوك ولا حاجه وهو كان بيلف السيجاره فانت فكرت سيجاره الحشيش هيعطيهاني، لا ده هو شربها لوحده، لكن انا والله لا اشرب هذه الاشياء. فشوفوا بقى لو هو بيشرب كتير قول له علشان صحته، لان بس المعممين اجازوا يعني. كان الخوئي زي والدك كده برضو الروسمان طويل قوي. لو تحب تسال سؤال او بادب ان شاء الله باذن الله استمع اليك. وانا قلت لك اهلا وسهلا بك وقدمتك. هتسخر مش هتسد معايا في السخريه، لكن انا ان شاء الله اريد لك الهدايه. فان شاء الله حبيبي يكون كلامنا بادب وبهدايه. عندك سؤال تفضل سؤالك بادب ان شاء الله. ناقش، يناقش باحترام، مو بصيغه حاضر حاضر ان شاء الله نناقش باحترام. استهزاء. ان تمام. شاء الله. اسمك ايش؟ ابو من؟ انت ما عليك باسمي، انا شيعي جاي اناقش. ما انا بقول ابو من، حياك الله. خلاص اسميك المعدوم. ما هو من اولها هو هتقول ان انا بسخر منك. ما انا بقول لك ابو من عشان اناديك بابو من بس. لا، مو اسمي غيظك انا، فما لا لا بجاوبك عادي. باسمي. اسمك ايه؟ نرجس يا عم اسمي بقى. عباس. اسمي عباس واتشرف، ولكن اسمك اسمي. طيب انت اسمك عباس وتتشرف بهذا الاسم؟ سامعني؟ نعم، اتشرف بهذا الاسم، جاي اجاوبك حبيبي. بس هذا الاسم لا يصلح ان تسمى به. ليش؟ مو عندك عمر انت وعندك اسماء؟ هاي الاسماء ليش عندك؟ اسماء الخميس. نعم بس عباس لا يصلح الاستدلال به، لأن علماء الشيعة قالوا بأن اسم عباس اسم سيء، لأنهم طعنوا في عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واتهموا عبد الله بن عباس بأنه أعمى البصر والبصيرة، وأن الله سبحانه وتعالى طعن في ابن عباس في دينك، وأن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ابن عباس. وعندك ان في كتاب مدينه المعاجز اعمى الله بصر، في كتاب الكش اعمى الله بصره وبصيرته. فابن عباس كان مطعون عليه في دينك، فكيف تسمي اسمك باسم واحد مطعون؟ يلا حلها. تمام تمام تمام، كملت هسه. بس صوتك خلينا نحكي. مكتوم. اتكلم بدون اسمع السبيكر. منك اتكلم بدون السبيكر، صوتك مكتوم. حبيبي. تمام. انا هسه اه اتكلم من الهاتف مباشره اتفضل. هسه تسمعني؟ تمام اه تمام، بس بالله عليك بدون سب. تمام تمام. لا لا، ماكو سب. اسمع مني، انت مو تقول اسم عباس مطعون فيه؟ في دينك، في دينك انت، لكن مش في ديني انا. انتوا جرحتم ابن عباس انت كثيرا. مو قلت؟ خليني اكمل طيب ابن بس. خليني عباس اكمل. عندكم كان سرق مال الخزينة التي وضعها. يعني اتفضل. اذا الاسلام اسمع، اذا الاسلام اطعن في شخصيه، اطعن في الاسم ام بالفاعل؟ يعني انت ترى الطعن في ابن عم رسول الله؟ اه يا نصيبي. اعوذ اسمع بالله. اسمع، انت هسه تقول طعنوا في عباس وبصير وما ادري شلون. اذا الاسلام او القران او الدين طعن في اسم شخصيه، هل طعن في الاسم وهذا الاسم صار كله خراب لو طعن بفاعله؟ ايوه. طب يبقى انت ليش تقول ان الاسم هيغيظني؟ هو انتوا علشان بتتوسلوا بكفوف العباس؟ يعني عبدت هياكل عظميه وقلنا ماشي، عبدت قبور واضرحه وقلنا ماشي، كمان عبدت كفوف وتعملوا كف خمسه وخميسه كده وحديد وترفعوه وتتبركوا بالكفوف وتتوسلون بكفوف العباس وساعات بشرب العباس كما يقول معمم علي السماوي. فما تقولش الاسم يغيظك ماشي. رضي الله عن سيدي عبد الله بن عباس واخيه عبيد الله ووالده العباس. تفضل سل سؤالك او تحب تتحاور في ماذا؟ تمام تمام. هسه انت تقول تتوسلون بابائهم وكفوف، تمام لو لا؟ تمام. ها سؤالك. اتفضل. انا اعطيك نبي. لا اتوسل بشيء جماد، ما توسل بالله. انت تقول صوتك بيقطع. ليش تتوسل؟ نبي من انبياء الله عز وجل. صوتك بيقطع. اقول لك اعطيك نبي من انبياء، اعطيك نبي من الانبياء، نبي من الانبياء. ربي بما انعمت توسل بشيء علي. جماد. ربي بما انعمت علي
فلن أكون لا ظهيرا. لا لا حبيبي، مو هاي مو هاي اتفضل. مو هاي الآية. عندك فراسة وتعرف ايش راح احكي، خليني اسولف عليه. اتفضل هات الآية. النبي من الأنبياء ده هو النبي يعقوب، حيث قال نبي الله النبي يوسف: خذوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فتوسل يعقوب بالثوب. يعقوب توسل بقميص يوسف. شفت، أنا فكرت هيجيب لي آية من القرآن تأمرني. يعني أنت كما أن لا تضحك لا طيب تضحك. كما أن يعقوب توسل بقميص يوسف، أنت بتتوسل بكفوف العباس، صح؟ شاف الله بصر أم لا؟ لا تشرد من السؤال، جاوبه. طب سأجيبك. أنت بما أن هذا دليل يلا. فأنت تتوسل بكفوف العباس، صح؟ عاد أنا قلت لك أجيبك على آيتك، لكن بما أنك رأيت أن يعقوب توسل بقميص يوسف وأخذ قميص يوسف وأخذ يتوسل به، فأنت بتتوسل بكفوف العباس، صح؟ هذا مثال جاي اضرب لك مثال، انا اتوسل واتشرف، بس انت لا طيب سؤال معلش، بما ان قميص يوسف يجوز التوسل به، هل ممكن تتوسل بنعال امامك الثاني عشر؟ اسمع مني، اسمع. لا لا لا، مش هسمع منك وعايزك تجيب نعم او لا. هل بما انك ترى التوسل بكفوف العباس وترى التوسل بقميص يوسف، هل ممكن تتوسل بنعال امامك الثاني عشر؟ هذا اسلوبك، شوف هذا اسلوبك. ان شاء الله مش هسيبك الا لما تجيب نعم او لا. انا عارف الشيعي مراوغه، عمرك تقول للشيعي 1 زائد 1 يساوي كام؟ يقول لك 2، لا يقول لك 5 ناقص 3 يساوي 2، لكن عمره ما يقول لك 1 زائد 1 2. فوانت بتلف كده هتلاقيني واقف لك هنا. انا بسألك تاني، هل يجوز التوسل بنعال امامك الحجه؟ خليها شكرا. طيب شكرا، مش ولا هرد عليه. هل يجوز التوسل بنعال امامك الحجه؟ اجبني نعم ام لا. تخليني احكي ولا لا؟ اما تجيب نعم او لا واخليك تحكي. هتلف المراوغه ديت، اصل انا حافظكم، المراوغه ديت هتلاقيني في وشك هنا برضو لحد ما تقول نعم ام لا. هل يجوز التوسل بنعال امامك الحجه؟ قل نعم او لا. نعم او لا. لا مش اسمع مني وخليني احكي، هتجيب نعم او لا. هل يجوز التوسل بنعال امامك المهدي؟ اجيبني نعم او لا. انت تريد توصل النقطة اللي تريد. لا لا لا، انت تريد توصل لنقطة. خايف ليه؟ دينك مفشلك ليه؟ دينكم ضعيف ليه؟ دينكم يحتاج المراوغة ليه؟ لانه دين ضعيف، دين هش. انت واثق من دينك هتجيب نعم او لا. هل يجوز التوسل بنعال امامك المعصوم؟ اجيب نعم ام لا. اجاوبك بس تسكت لو لا؟ سكت اهو، بس اجيب نعم او لا. اتفضل. يلا اسكت خليني اسولف لك. انت تريد تضحك ذولا. اسكت خليني اسولف لك. هيسولف. انت تريد تضحك دول ال7 كلمات اللي انت قلتهم مع السولفه اللي هتقولها، كنت اجبت للناس نعم او لا. سؤال تاني وبالراحه خالص اهو، هل يجوز التوسل بنعال امامك الثاني عشر؟ هتجيبني نعم او لا وتكلم بما تريد. اتفضل. اسمع مني. تمام. هسه انت تقول هل يجوز التوسل بالنعال الامام الثاني عشر؟ نعم او لا. الاول اعد كذا شنو؟ نعم ام لا. عندي انا بعقيدتي انا ادي اتوسل بالامام، هو ليش يتوسل بنعاله؟ جميل جدا. طب وليه توسلت بكفوف العباس وهو ليس بمعصوم؟ حلها لي. عندك الامام ممكن تتوسل به، بس بتتوسل بكفوف واحد مش معصوم، والنعال التصق بقدم الامام، وكما قال سيد الشيعة احمد البدري بجواز التوسل بنعال الامام وغير من علماء الاماميه الاثنى عشريه، كما اننا ساعرضهم لكم الان. فبانك ترى التوسل بكفوف العباس الذي ليس بمعصوم، فما حكم من يجيز التوسل بنعال الامام التي التصقت بنعل الامام المعصوم؟ اتفضل. ولكن الكفوف جزء من الجسد، الكفوف النعال ليس جزء من الجسد. معنى الكفوف جزء من الجسد، ولكن جزء من جسد شخص ليس بمعصوم. لكن النعال أحل أحمد يعني أنت الآن تتفق معي أن الذي أجاز التوسل بنعال الإمام كعلي السماوي وأحمد البدري وغيرهما، الذي أجاز التوسل بنعال الإمام هذا ضال، صح؟ هذا ضال.
لا ليس بضال. الله أكبر، ده اللي عايز أسمعه منك وعايزك تقوله. يعني من أجاز التوسل بنعال الإمام ليس بضال، صح؟ نعم ليس بضال. أحسنت، أيوة. تعالى كده يا عبدة الأحذية، أنا كنت بقول لك عبدة الأضرحة، أنا آسف. بص يا عبدة الأحذية الذي ليس بضال. نعم الشيعي لو شايف نعال الإمام، ده أنا حتى والله العظيم مطلع في كتاب قصص للزنديق صادق الشيرازي، هو بيقول لك نعم كان في بعضهم توسل بنعال الزوار، راح على نعال الزوار وكان في ليلة ممطرة وقال أتبرك بها لأن عينيه بها رمد شديد، وأخذ بالطين وقعد يمسح على عينيه وشوف هي ببركة طين نعال المشاية اللطمة الزحافة المتمتعة التاركة للصلاة. فأنا أقول لك يا عبدة النعال، أقول لك يوسف عليه السلام لم يتوسل يعقوب بقميص يوسف عليه السلام، إما أرسل إليه وهذا نبي، مع جواز التوسل، مش التوسل، التبرك. يجوز التبرك كما كان يتبرك الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي حي، دفنت هذه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يتبرك أحد بعلي، ولم يتبرك علي بالصحابة ولا بآل البيت، ولم يتبرك أحد من آل البيت. ليه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقميص يوسف عليه السلام لم يتوسل به يعقوب عليه السلام، قميص نبي من الأنبياء، وما فعل يوسف هذا إلا بوحي من قبل الله تبارك وتعالى. وقال قبل أن يأتيه القميص إني لأشم كان يشم رائحة يوسف عليه السلام. فما كان فيها تبرك ولا ما كان فيها توسل بقميص يوسف. ما أخذ القميص وقال يا قميص اشفي عيني كما أنتم تتبركون بالقبر وتطلبون من الحسين. أنا بس اللي عايز أعرفه منك بالله عليك بقى، كيف أجزتم التوسل بالأحذية والنعال؟ تفضل. ليش ان شاء الله هسمع منك بقى، خلاص. انا كنت بس عايز ابين ان انتوا عبدة نعال واحذية. انا عارفك وعارف اسلوبك وعارف طريقتك في الحوار وعارف اللي ينفع معاك. والحسين هاي جبان، ايش رايك ابصك انت انسان فاشل جبان. شكرا بدات تسيبه وبيقول لي والحسين انت انسان فاشل جبان. تعالى، هل يعقوب اقسم بيوسف؟ يلا مش انت عندك دليل بقى؟ هل يعقوب اقسم بيوسف كما انت اقسمت بالحسين الان؟ انت غير فاتح بث محاور. نعم فاتح بس محاور، وانت قلت لي يا فاشل يا جبان يا كذا، وما ردتش عليك الاساءه، لان انا عارف اساءتك وعارف انك حينما تدخل تحاور تلف. لو انا ما كنتش حجمك بحجمك الطبيعي وباجي لك يمين وشمال ما كنتش اجزت عباده الاحذيه كما انت اجزتها الان يا عبده الاحذيه. فلو كنت سبتك كان زمانك بتتكلم بقالك 7 دقايق وما اجبتش على السؤال. فانا اعلم بالشيعي اكثر من نفسي. عندك سؤال تاني؟ تفضل. اسالك انت سؤال. اتفضل. شنو سؤال ثاني؟ خل اسالك سؤال. اسالك سؤال انا. اتفضل. تفضل طبعا تفضل. سأل سؤال. تمام اصبر لي، بس اصبر لي. لا على ما اصبر لك وتروح تطلع روايه ده تلعب بيه بعيد. يكفيك هذا القدر اللي اعطيته لك ايها المعمم المشرك عابد الاحذيه. انا عند الامام ليه اتوسل بنعاله علشان يتهرب من السؤال برضه. وما قلت له يعني فلان وفلان ضل؟ قال لي لا، من توسل بنعال الامام ليس بضال. شفتم يا اخوه وصل الامر الشرك لايه؟ قلت لكم يا إخوة هؤلاء الأول ممكن يقول لك ده احنا بنتوسل بالنبي، لا ده احنا بنتوسل بآل بيت النبي، لا ده احنا بنتوسل بآل البيت فقط مش الأئمة، لا ده احنا بنتوسل بالمراجع. وصل الآن للتوسل بالنعال، عبدة نعال. فأنا بفضل الله بعرف أجيبك وخليك تخرج للشيعة ما في قلبك حتى يعلموا أنكم عابدي نعال أيها المشرك. ونحن نقول للشيعة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنا أقول لك يا شيعي ادعوا الله مباشرة، ولا تتوسل لا بنعال ولا بحذاء ولا بكفوف، ولا تدعو غير الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل عندكم نعال الأئمة ونعال آل البيت عياذا بالله. كان معكم أحد المعممين المشركين.